السلام عليكم، مسيتوا بالخير، شلونكم طيبين؟ هل يسألون عن علف أغنمي؟ أنا لي تقريبا 3 شهور شعير مجروش على تبن. هذا التبن حق الصبح بقى منه، حطيت فوقه شو اسمه شعير مجروش، ولا بلل مويه ولا شيء، أمورها طيبة الحمد لله. يقول لازم تبلل، والله ما أبري بللته. هذه سطلة شعير على 32 راس من المعزة. قطعت البرسيم نهائيا، ما عاد يجي عندي إلا إذا كان للبهم، مرة أجيب له ومرة لا. حتى البهم تعودوا على التبن. الحمد لله الأمور طيبة، يا رب لك الحمد. ما هو لا البرسيم ما هو لازم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أعطينا الفيتامينات كل شهر مدة 5 أيام، فيتامينات أصلية تركيزها عالي. الحمد لله الأمور طيبة، يا رب لك الحمد. قبل يومين معطيهن مطعمهن برمح ومتعبهن التطعيم. خليني يطلعن تقول صيبهن بضلع. إذا يقول يطير بالهواء تجيب له قحة، لا الحمد لله ما شفت الأمور هذه. يمكن بعضهم جرش له يكون ناعم بالحيل، ما أدري بس هذا الجرش اللي المجرشة عندنا تطحن.